تخيلوا ان انتوا قاعدين في امان الله وفجأة سقف الأوضة والحيطان بتاعتها بدأت تضيق عليكم، تحسوا ان انتوا مش عارفين تتنفسوا، تحسوا ان انتوا مخنوقين محبوسين في قفص حديد مش عارفين تخرجوا منه. هو ده بالظبط اللي بيحسه الشخص التجنبي أول ما العلاقة تدخل في الجد. الموضوع بيبدأ بقعدة حلوة، كلام لذيذ، شوية هزار لطيف، مشاعر فياضة، بس فجأة وبدون سابق إنذار الشخص ده مجرد ما بنقرب لليفل معين بيسحب نفسه سحبة مايكل أسرع من ما ممكن نتخيل. فجأة تبدأوا تحسوا إن القرب ده والمشاعر الفظيعة دي ما هي إلا خنقة، اللي هي سجن، وفجأة الزرار ده بيدوس على نفسه وبتبدأ حالة طوارئ جيم، لازم نهرب حالا. جسمنا فجأة بيترجم القرب ده إنه فخ، إنه خناق عاطفي. عارفين شفاط السرير بتاع شركة المرعبين المتحدين؟ ده بالظبط شفاط الصريخ بتاعنا، هيسحب مننا استقلاليتنا وحريتنا وكل حاجة في ثانية هتروح. فالإحساس الجميل اللطيف، المشاعر الفياضة دي فجأة بتتحول إلى خوف، إلى رعب، إلى فيلم رعب بجد بعنوان الخوف من الوجع والخذلان. فما بيلاقيش حل يحميه ويحافظ على نفسه انه يفضل عايش كده غير انه يطلع يجري. طبعا انتوا كنتوا مستنيين ان انا اهاجم الشخص التجنبي. انا ما حدش يتوقعني. النهارده احنا مش هنهاجم الشخص التجنبي، احنا هنحاول نفهم الشخص ذات النمط التعلق التجنبي، هنفك الشفره ونفهم اللغز. ليه أصحاب النمط التجنبي بيترعبوا من التعلق، بيترعبوا من القرب؟ إيه اللي بيحصل جوه دماغهم؟ لو إحنا أشخاص تجنبية، إيه اللي بيحصل جوه دماغنا اللي بيسبب في لحظات الانسحاب الرهيبة دي؟ واختفاء، هو مش بيبقى انسحاب عادي، ده اختفاء. وإزاي نتعامل مع الخوف ده من غير ما نخسر علاقات مهمة جدا في حياتنا؟ أولا وأهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتكم. عاملة لكم إضاءة خافتة، بجرب حاجة جديدة، جو رومانسي شاعري كده، علشان أجذب الأشخاص التجنبية دي عندي عشان يسمعوا الكلام اللي احنا عايزين نقوله، وننزل نغوص دلوقتي في الأعماق عشان نجيب مشكلة النمط التعلق التجنبي من جذرها ونرميها عشان نذهب إلى بر الأمان، وهو نمط التعلق الآمن. بحب قوي الدراما دي. فلو انتوا أو أشخاص بتحبوهم عندهم نمط تعلق تجنبي، فتعالوا كده اعملوا مشروب لذيذ وتعالوا اقعدوا جنبي. بتشربي ايه يا يمنى؟ بشرب ابل سايدر، بحبه جدا وطعمه بيحسسني انا بشرب حاجه مسكره وهو مش مسكر. المهم، اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من فيديوهاتنا اللي بنتكلم فيها على انماط التعلق. الحلقه الاولانيه كانت على الانواع، الثانيه كانت على نمط التعلق القلق. لو ما شفتهمش ازاي لازم تخشوا تتفرجوا عليهم. بعد ما اتكلمنا عن التعلق القلق او المطاردين، النهارده هنتكلم عن الفنان احمد زكي الهارب. النهارده هنتكلم على اصحاب النمط التجنبي اللي هم دايما بنسميهم الهاربين، المتجنبين. الناس يا جماعه بتشوف الشخص التجنبي ده على انه شخص بارد ما عندوش مشاعر، قاسي كده، بس ده من بره، هم من جوه والله طراي والوزاز وموشي كده، بس محتاجين اللي ينكشهم. في علم النفس بقى الشخص التجنبي ده عامل زي جبل التلج. جبل التلج مشهور بان هو بيبقى باين منه تقريبا 20% منه، وبقيته كله تحت الميه محدش شايف. حبايبي ما بيبانش منكم غير قسوه. لماذا؟ بس والله لما ننظر نظره اعمق الى اعماقهم بنلاقي ان هم ده جاي من خوف والرعب بيهز كيانهم. فخلينا نشوف لستة كده عشان نقدر نعرف اصلا اذا كنا اصحاب نمط تعلق تجنبي او لا. رقم 1، اصحاب النمط التجنبي بيبقى عندهم فوبيا من القرب الزياده، ان بقى في مشاعر حقيقيه والتزامات تجاه الشخص التاني، بيبقى عندهم رغبه غريبه في الهروب. رقم 2، الاستقلاليه القاتله. الاشخاص دي بتكره تطلب المساعده، بالنسبه لهم يعملوا اي حاجه بس ما يطلبوش مساعده من حد، لان ده بيدل على ضعف غير عادي، وهم مش عايزين يبقوا اشخاص ضعيفه. عندهم مبدا انا مش هعتمد على حد غير نفسي. ورقم 3، الباب المقفول. لو الاشخاص دي حست بالزعل عمرها ما هتتكلم. امال بيعملوا ايه يومنا؟ بيدخلوا جوه قوقعه، لو مين مكان قدام القوقعه دي مش هيخرجوا له. تقوقز القوقاز، خلاص كده بيقفلوا على نفسهم بالضبه والمفتاح لحد ما هو يصفى ويقرر ان الموضوع انتهى، ولا هيعاتبك ولا هيكلمك ولا اي حاجه. فمن موقعي هذا ومن البين باك دي انا عايزه اقول تصريح: التجنبي مش شخص شرير. الشخص ذات النمط التجنبي عايش في سجن لوحده، السجن ده هو بناه بنفسه علشان يحمي قلبه. غلابة والله، كلنا غلابة. عشان نعذر أصحاب النمط التجنبي لازم نفهم القصة الأول، لازم نرجع لفيلم الطفولة زي ما بنعمل كل مرة. كل حاجة هنرجع للطفولة، هنرجع للطفولة، ورانا إيه؟ ما نرجع، ما ترجعوا يا جماعة معايا، أنا هتسيبوني أرجع لوحدي؟ التعلق التجنبي بقى بيتولد من الإهمال العاطفي أو الاعتماد المبكر على النفس. وأنت طفل تجنبي لما كنت بتعيط، بتخاف، بتحتاج حضن، بتحتاج امان، ما كانش بيبقى في حد. الاهل في الحاله دي يا اما كانوا مهملين جدا، ومهملين هنا اقصد مهملين عاطفيا، او كانوا بيستخدموا جمل من النوعيه دي، جمل من نوعيه ما حدش هيفيدك غير نفسك، لازم تعتمد على نفسك عشان ما فيش حد هينفعك، بطل عياط وخليك راجل، بطلي عياط انت بتمثلي. فالطفل هنا عقله بيستوعب صدمه
قاسيه جدا من اقصى ما يكون. فيبدا يقول لنفسه ايه بقى؟ المشاعر ضعف، عمر ما البني ادمين كانوا او هيكونوا مصدر امان، انا لازم احمي نفسي بنفسي. فيعملوا ايه؟ فنطمس المشاعر، نخلي مشاعرنا مش موجوده، نقفل عليها بصندوق حديد ونرميها في اعماق البحار، ويقرروا ان هم مش هيحتاجوا المخلوق تاني. هل دي توقعات واقعيه؟ لا طبعا. فمجرد ما بنكبر وبنبدا نحس مشاعر تجاه شخص تاني، الصندوق ده بيطفو على وجه الميه، بيتفتح غصب عنا، الشخص ده يترعب ويروح قافل الصندوق ومخبيه تاني في نفس المكان. والله غلابه. ماشي يا يمنى، هم يا ستي غلابه. ليه بقى بيعملوا حركه ان هم يقربوا قوي وبعدين فجاه يختفوا؟ التجنبي عنده حاجه اسمها المنطقه الامنه، السيف زون. المنطقه دي مساحتها يعني تقريبا مترين في متر، اوكي، قده تقريبا. لما بنقعد قاعده حلوه ونتكلم ونشير مشاعر جميله لطيفه، الاشخاص بتبدا تعمل شرخ في الصندوق ويبداوا يخشوا في المنطقه الامنه. المخ هنا بيترجم القرب ده حاله طوارئ جيم، تهديد بالاحتلال. انت فجاه هتلاقي نفسك مش موجود، ففجاه بنحس انه استقلاليتنا هتروح، حريتنا هتروح، كل اللي احنا بنيناه في السنين دي كلها يجي الشخص ده ويهده كده. وان لو اي بني ادم عرف تفاصيلي وعرف اسراري وعرف ومشاعري والحاجات اللي انا ضعيفه تجاهها، هيستغلني وهيكسرني، هيسيبني وهيخذلني في الاخر زي ما حصل وانا طفله. فطبيعي هنعمل ايه يعني؟ معروفه 4-2-4 نظريه التطفيش. بفتح الخناقه من الهوا، بتلكك على اي عيب تافه فيك، او الاقرب الى قلبي الاختفاء تماما. شفتوا حاجه؟ ما شفتوش حاجه، محدش كان موجود هنا اصلا. كل ده بس عشان ايه؟ عشان اي شخص تعدى حدوده ودخل جوه المترين اللي هي المنطقه الامنه بتاعتي. طب يمنى نعمل ايه؟ ده الموضوع شكله كبير. هقول لكم هاف نو فير، يمنى از هير. انا عارفه ان الكلام اللي هقوله لكم النهارده مش سهل، وعارفه كمان ان النمط ده بالنسبه لكم هو حمايه مش اكتر، ودرع واقي وحامي بيحميكم من الوجع، بيحميكم من الرفض من وانتوا صغيرين. ده اللي كان بيحميكم زمان، بس للاسف هو نفسه اللي خانق علاقاتكم دلوقتي، بيرعب الناس اللي بتحبوهم النهارده. وانا عارفه ان انتوا اشخاص عندها وعي وجدعان وعايزين تتخلصوا بقى من النمط ده، لان انتوا بتاذوا نفسكم وبتاذوا اللي حواليكم. احنا هنبدا ب3 خطوات صغيره جدا وعلى مهلنا خالص، ما وراناش حاجه. رقم 1، اول ما هنحس ان احنا عايزين نبقى فص ملح وداب ونختفي، نطلب هدنه. مش هنهرب، هنطلب هدنه بالهي برضه. انا عارفه ان اول ما العلاقه بتبدا تبقى فيها قرب جامد وبيبقى فيه مسؤوليات كتير، بيجي لكم احساس بالخنقه والرهبه والخوف والذعر من فقدان الحريه والاستقلاليه. الخطوه هنا مش في ان انا اقاوم الخنقه، الفكره انه قبل ما نقفل تليفوننا، قبل ما نختفي، لازم ننبه الشخص اللي قدامنا. ايسبرج رايت اهيد، زي تايتانيك. انا حاسه ان انا مخنوقه، انا محتاجه وقت ان انا اقعد مع نفسي شويه واهدى، ارتاح وارجع اكلمك. اي بروميس، وعد، لانه اللي قدامك شخص قلق probably، بالتالي محتاج انك توعده ان انت هتكلمه، بس انا محتاج اهدى. وانا عارفه ان الكلمه دي صعبه عليكم، بس هو ده اللي بيعمل الفرق ما بين ان احنا نهرب من الموقف اللي بيهد علاقه وبيبني ابراج ما بيننا وما بين الاشخاص اللي قدامنا، وما بين ان احنا نقدر نرجع للعلاقه دي تاني بشكل امن، ولا انتوا تبقوا مخنوقين ولا هم يبقوا متضايقين ومرعوبين. رقم 2، هنفك عقدة ان احنا ما بنطلبش مساعدة من حد. ليه يعني؟ ليه ما بتطلبوش مساعدة من حد بأمارة ايه يعني؟ نافية الطبع ده جدا عامة. هنجرب ان احنا نبدأ نطلب مساعدة من الناس، حاجة بسيطة، حاجة تافهة، عايزين نفك العقدة دي بالله عليكم. اكبر كذبة عقلنا بيضحك علينا بيها اصلا هي فكرة ان احنا مش محتاجين بني ادمين حوالينا. طب هنكسر الكذبة دي بحاجة بسيطة جدا لا تذكر، يعني تافهة بتفاهة، انه ما تختار معايا اللبس اللي هلبسه النهارده، عندي اجتماع مهم، خارجة خروجة حلوة، معايا لبسي النهارده، تيجي معايا المشوار ده، مستثقله قوي المشوار ده، ما تيجي معايا. هتتفاجئوا والله ان الناس بتحب تعمل حاجات مع بعض. او حتى مجرد ان انا ابقى متضايقه شويه ففضفض مع حد. نبدا بحاجات صغننه، حاجات مش هتاثر فينا بشكل محوري يعني. نبدا نعود جهازنا العصبي ان البني ادمين دول مش خطر، وان انا اطلب من حد حاجه ده ما يقلش من قيمتي، وده مش معناه ان انا شخص عويل خالص، ده مجرد ان احنا البني ادمين بيعملوا كده، البني ادمين بيساعدوا بعض. رقم 3، تصالحوا بقى مع حتتكم الضعيفه. الضعف مش عيب، خلاص مش هقولها تاني. احنا دايما لابسين قناع الشخص الجامد اللي ما بيتهزش، اللي ما كده. مين ده؟ لدرجه ان احنا بنكتم كل حاجه بنحس بيها، فبيطلع لنا على شكل امراض نقعد نعالجها بقيه حياتنا، نرجع برضه ضعفه. ها، ايه رايكم؟ اصل هتخفي البتاع هيطفح عليك في حته تانية. كلنا اكيد عشنا الموضوع ده. مجرد الاعتراف بالضعف في لحظات مع اشخاص يستحقوا الثقه ان انا اعترف لهم بحاجه زي كده، بيحسس الشخص اللي قدامكم انه قد ايه هم قريبين منكم، قد ايه اكيد انتوا واثقين فيهم بشكل رهيب لدرجه ان انتوا تعترفوا بحاجه زي كده، خصوصا لو انتوا اشخاص ما بتتكلموش خالص. اللي قدامكم بيحس بالثقه دي ويحس انا يا ابني شكرا على ثقتك الغاليه، تعالى تعالى محتويك. ده بيفهم مخنا قد ايه ان الاشخاص اللي قدامنا مش جايين هنا عشان
يأذونا ولا يخنقونا ولا يسحبوا استقلاليتنا وحريتنا وكل بقى الحاجات دي. والله كلنا جوانا طفل صغير عمال يعيط في الكورنر، اللي قلبه قاسي قوي قوي واللي مش بيحس كده وكده، كل الناس جواها طفل صغنن بيعيط في الكورنر. النهاية عايزة أقول كلمة كل شخص عنده نمط تعلق تجنبي بيسمعني دلوقتي، أنا عارفة إنكم مش قاسيين، وعارفة إن الهروب متعب ليكوا أكتر بكتير من أي حد تاني على فكرة، عشان الناس بتبقى فاكرة إن الأشخاص دي ما بتحسش. عارفة إن أنتوا من جواكوا بتبقوا هتموتوا وتتحبوا وتطمنوا، بس الخوف من الوجع بيربطنا. التعافي مش معناه إن إحنا نتخلى عن مساحتنا الشخصية ولا المنطقة الآمنة بتاعتنا. التعافي معناه إن إحنا نخاطر نثق، معناه إن إحنا نفتح باب إحنا مواربينه أو قافلينه الشخص الصح اللي يستحق الثقة، ونعرف ونتأكد إنه مش كل الناس هتخذلنا. أحب أوجه رسالة كمان للأشخاص اللي بيحبوا أشخاص عندهم نمط تعلق تجنبي، وأقول لهم خليكوا صبورين، لازم تشوفوا الصورة كاملة. القلعة الحصينة الفظيعة المشيدة وحواليها أسلاك شائكة بتكهرب كل اللي يقرب منها، جواها طفل عمال بيعيط في الكورنر، خايف مرعوب انه يتساب، محتاج صديق او شريك حياه واعي وفاهم وصبور يفهمه من غير ما يخنقه. بعد بقى احب اعرف في الكومنتات كام حد ادرك انه شخص عنده نمط التعلق التجنبي او انه مرتبط بحد عنده نمط التعلق التجنبي. برضو قولوا لي لو الاضاءه الخافته اللذيذه الشعريه دي عجبتكم اكتر. اشوفكم الاسبوع اللي جاي، سلام.